السلام عليكم، انا هايدي وده مطبخ ليلى. النهارده هنعمل مندي فراخ. انا معايا 3 ابراك كلهم نضاف مغسولين. هقطعهم او هعمل فيهم شرايح كده بالعرض. ومعايا فنجان الا ربع زيت او 4 معالق كبار زيت، بابريكا، بهارات مشكله، كاري، فلفل اسود وملح وكركم، بس انا كنت نسيته وهرجع احطه كمان شويه. بس كده هقطع الفراخ وبعدين هحط الزيت واحط عليه التوابل كلها واقلبها كويس جدا. التوابل كلها اختيارية، هو الاساسي ملح، بابريكا، كركم، بس هما دول الاساسي في الوصفة دي. اي حاجة تانية زيادة. تمام كده. حاليا انا قلبت الزيت والتوابل كويس جدا، ودلوقتي انا هعمل مساج للفراخ بالزيت والتوابل دي. اتاكد ان التوابل دخلت في كل حته في الفراخ، واعمل لها مساج بايديا كده. ايوه كده. حاليا انا هخلصهم اهو وهحطهم في التلاجة ساعه. طيب دلوقتي بقى المندي بيتعمل بكذا طريقه: طاجن فخار، صينيه في الفرن، حله في الفرن ينفع تخش الفرن. هدخلها وهحط عليها لا اما عصيان شيش طاووق، لا اما لو عندنا شبكة نقدر نحطها، لا اما نجيب ورق فويل ونحطه ونخرمه ونحط عليه الفراخ والرز تحت، فراخ فوق، ونغطي بورق فويل تاني او غطا الطاجن الفخار لو عندك. كله ينفع، او لو عندك شبكة زي دي تنفع برضو وتتغطى طبعا برضو بورق فويل. بس انا هعملها في حالة ضغط. تقدري تعملي في حالة الضغط الكهرباء او حالة الضغط العادية لو عندك الشبكة بتاعتها. دلوقتي هنحط الرز بس. و انا هنا كنت بقول لكم ان الرز اللي انا بستخدمه ده مش بيتنقع مش بيتحط له ميه كتير. كان نفسي والله اسيب البتاع بصوته، بس ولادي عاملين استح. حاليا هنحط التوابل: ملح، دي مرقه ماما الصفرة الفاتحه دي ماما بتجيبها لي، ربنا يخليها لي. كركم، بهارات مشكله، بهارات مندي. انا ما كانش عندي بهارات مندي كتير، لو كان عندي كنت استغنى عن بهارات المشكله وعن البابريكا. بس انا طبعا ما كانش عندي، عشان كده انا حطيت بهارات مشكله وبابريكا. دلوقتي عندي ليمون مجفف، الاخضر احسن من الاسود، لو عندكم الاخضر حطوه. قرنفل وهيل او حبهان، عود قرفه خشب وورق لورا، ومكعب مرقه دجاج. حطيت التوابل وهحط مكعب المرقه، احط الزيت، مش محتاجين دهون كتيرة، فربع معلقة زبدة ويعني حبة زيت صغننين كده، بس عشان خاطر ايه، على ما الفراخ تنزل السمنة بتاعتها يعني. هيحط هنا 3 كوبايات ونص مية، واقلبهم كويس جدا. وهحط الشبكة بتاعة الحلة وابدأ احط الفراخ.
هيتبقى شويه توابل في الطبق كده برضو نحطهم. بس كده، وهقفل الحله دلوقتي. هظبط التايمر على دجاج. ممكن ازود وانقص زي ما انا حابه، بس هي اصلا هتطلع مستويه جدا على 13 دقيقه، فانا مش محتاجه اكتر منهم. دلوقتي هي خلصت، فاضلها 3 دقايق، فانا هروح احط فحميتين على النار واولع الفرن. انتوا لو عاملينها في الفرن اصلا فانتوا مش هتحتاجوا غير انكم تشيلوا الغطا عشان خاطر الفراخ تاخد شويه لون، لكن انا هنا ما عاملاها في حله الضغط، فاضطريت اطلعها في صينيه احطها في الفرن تاخد لون. هنا حله الضغط خلصت، بفتحها شوف الفراخ مستويه واصلا مش مستحمله تتشال. كان عندي شويه زيت وتوابل باقيه من اللي انا كنت بحطها على الفراخ، هدهن بيها وش الفراخ وادخلها الفرن. هفتح الشوايه بس 5 دقايق. رز مفلفل وجميل ازاي. وهم الاكله دي وهم. هنا الفراخ طلعت، هحطها على وش الرز في الحله، واحط اي حاجه فيها احط الفحميه في اي حاجه، بس اهم حاجه الحاجه دي ما تبقاش تنزل الزيت والفحم على الرز، عشان ده برضو يعني مش حاجه صحيه يعني. فهحطها انا في فنجان، احطه في فنجان واحط فيه الفحم واطفيها بنقطه زيت. انا مش عايزه اكتر من ريحه الفحم. بس كده، وهقفل الحله تاني. بقفل نقطه زيت بس صغيره بس كده. دلوقتي بقى خلاص هبتدي اقدمها. حط الرز، كنت محمصه شويه مكسرات، هحطها على الوش. الاكله دي في العزومات هايله، سريعه وسهله، طبق محترم يتحط في نص السفره. بس كده، احط الفراخ. اعملوا لي لايك وكومنت، عايزه تعليقات حلوه، تشجعوني وكبروا البيج وكبروا القناه. هسيبكم بقى تتفرجوا على جمال الاكله الحلوه بتاعت النهارده. شكرا، باي.